السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمرو اللي طلعت اتكلمت على فيديو الفراخ اللي وعيت الناس فيه وقلت بلاش تاكلوا فراخ ميتة، أجنحة وراك صدور بانيه كل ده ميت. في معلومة نصيبة سودا طلعت لي من المزارع، من حد في المزارع، بس هو خايف يطلع يتكلم بلسانه. أنا طلعت أتكلم عن لسانه، إن هو بيقول لي جميع النصايب اللي بتطلع وكل النصايب اللي بتحصل من قلب المزارع نفسها، من داخلي من جوه. في فراخ صردة اسمها فراخ صردة، بتحس الفراخ فرخه يعني عامله كده في قلب القفاصه، تعبانه ميته، مسخسخه جعانه، فيها حاجه نصيبه سودا. دي اسمها فراخ صردة. دي بتوع المزارع بيبيعوها لتجار الفراخ بتوع المحلات بسعر قليل جدا، وهما بيبيعوها بنفس الاسعار اللي ماشيه فراخ سوبر. تمام كده. والله العظيم الراجل ده طالع يقول لي النصايب كلها بتحصل من المزارع بتاعت الفراخ نفسها، ان في كل يوم عربيات، العدد الله اعلم بيه، كل يوم عربيات بتيجي تشيل فراخ ميته وبيدخلوها تحت السلم وبينضفوها وبيعملوها وراك وصدور وبانيه واجنحه، وكل ده فراخ ميته، وبيطلعوها مثلجات وبيطلعوها مجمدات وطلعوها عروض للناس، والناس بتفرح يا عيني. والحق اجري يا ابني هات لي بسرعه، ده في واحد عامل عرض، هات لي بسرعه 5 6 7 8 كيلو، وهم كل ده فراخ ميته. يا جماعه انا بناشد وزاره الداخليه وبناشد وزاره